بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة يا شباب هنعمل مراجعة على الوحدة الرابعة، وهنركز النهاردة على 10 جمل اختياري مهمين من الوحدة الرابعة، ودول اللي ممكن لو اجى منهم امتحان إن شاء الله هيجي منهم أسئلة بإذن الله. تعالوا كده يا شباب. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختر الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. بيترا in Jordan. بيترا في الأردن is a historic place. هو مكان تاريخي which نقط to around 300 BCE. كلمة يعود إلى تاريخ بالإنجليزي تبقى كلمة إيه طبعا؟ dates to يعود تاريخه إلى around 300 BCE، يعود تاريخه إلى 300 عام قبل الميلاد. question number 2. You not be careful. يجب أن تكون حريص أو حذر when you use a knife عندما تستخدم السكين. طبعا دي فيها إيجابي، شيء لازم تعمله، يبقى تاخد كلمة إيه؟ تاخد كلمة must. You must be careful. يجب أن تنتبه أو تكون حريصا when you use a knife. دي فيها إلزام، لأنك لو ما خدتش بالك هتجرح صبعك. نمبر 3 ولا آن نقط is a pot. هو إناء used for يستخدم ل holding flowers، يستخدم لوضع الزهور. هتبقى كلمة ايه يا شباب؟ طبعا كلكم قلتم فاز اللي هي الفازة ايه اللي بتحط فيها الزهور. هي طبعا فاز بالنطق البريطاني، وبالنطق الامريكي تبقى فيز. الاثنين صح، احنا طبعا بناخد بريطاني يبقى تبقى فاز. نمبر 4 رقم 4. علي's uncle عم علي works for a big oil. عايز يقول بيشتغل في شركة بترول ضخمة in the United Arab Emirates في دولة الإمارات العربية المتحدة. كلمة شركة هتبقى يا أولاد؟ طبعا كلكم قلتم company، يبقى oil company معناها شركة بترول. a big oil company معناها شركة بترول ضخمة in the United Arab Emirates في دولة الإمارات العربية المتحدة. question number 5 سؤال رقم 5. don't play football here. لا تلعب كرة القدم هنا. or you might وإلا يمكنك أن that car. عايز يقول لك يمكنك أن تسبب تلف أو خسائر في هذه السيارة. كلمة يتلف أو يسبب خسائر كلمة إيه يا شباب؟ طبعا كلمة damage. يبقى إيه؟ you might damage that car، أو أنه يمكنك أن تسبب تلف في هذه السيارة. question number 6. the young girl الفتاة الصغيرة looks تبدو نقط in the dress. عايز يقول تبدو رائعة في هذا الفستان. كلمة رائع كلمة ايه؟ طبعا كلكم اخذينها قبل كده، كلمة awesome يعني ايه؟ يعني رائع او رائعة. question number 7. I love going to. انا احب الذهاب الى نقط places. عايز يقول انا احب الذهاب الى المناطق الثقافية such as مثل museums المتاحف and ancient ruins والآثار القديمة. طبعا كلمة ثقافية تبقى كلمة ايه يا شباب؟ كلمة cultural. يبقى I love going to cultural places. أنا أحب أن أذهب إلى الأماكن الثقافية. نمبر 8. as كريم بينما كريم. طبعا as بيجي بعدها الماضي المستمر، وفي الناحية التانية بيجي الماضي البسيط. طيب الماضي المستمر بيتكون من ايه؟ was للمفرد وللجمع زائد الفعل زائد اي ان جي. بفكركم as كريم نقط photos بينما كان امير يلتقط صور of the animals للحيوانات. he lost his phone فقد تليفونه ضاع منه. lost هنا ماضي، يبقى بعد as هيجي ايه؟ طبعا هيجي الماضي المستمر اللي هي ايه؟ was taking بينما كان كريم يلتقط الصور. question number 9. you نقط take photos near this area. يجب عليك ألا تلتقط صور في هذه الأماكن أو في هذه المساحات من الأرض. it's against the law إنها ضد القانون. طبعا ده إلزام، يبقى هتبقى إيه؟ هتبقى you mustn't لا ينبغي أن أو لا يجب أن. question number 10 السؤال رقم 10. the tour نقط. عايز أقول لك إيه؟ المرشدين السياحيين explained how old the temples are. بينوا لنا أو شرحوا لنا عمر هذه المعابد.
they are really awesome. إنهم في الحقيقة رائعين. طيب كلمة المرشدين السياحيين هتبقى كلمة إيه؟ طبعا tour guides، المرشدين السياحيين. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد قشاوي التعليمية.